تفتكر هم مين الملايكة؟ قبل ما الإنسان يتخلق كان في عالم تاني، عالم نقي من نور. العالم ده هو عالم الملايكة. الملايكة مش بشر، لكن أرواح سماوية خلقها ربنا قبل ما يخلق الإنسان بزمان، علشان تسبحه وتخدم مشيئته وتشارك في تنفيذ خطته على الأرض. الكتاب المقدس بيقول في سفر أيوب: عندما أسست الأرض كان بنو الله يهللون فرحا. وده معناه إن الملايكة كانوا موجودين وقت خلق العالم، بيسبحوا ربنا ويمجدوه قبل ما يظهر الإنسان على الأرض. الملايكة اتخلقت من النور، علشان كده طبيعتهم روحانية، ما فيهاش جسد زي الإنسان. لكن في أوقات معينة ربنا كان بيخليهم يظهروا في شكل ملموس، زي لما الملاك جبرائيل ظهر للعذراء مريم وبشرها بميلاد المسيح. أما عن إرادتهم فالملايكة ليهم حرية إرادة زي الإنسان بالظبط، بس الفرق إنهم اختاروا الخير من أول لحظة وثبتوا في محبة ربنا للأبد. لكن في بعض الملايكة رفضوا إرادة الله وتكبروا عليه، وده اللي حصل مع إبليس اللي كان ملاك عظيم وسقط بكبريائه. الملايكة اللي ثبتوا في ربنا بقوا خدام النور، واللي سقطوا اتحولوا لقوات ظلمة. لكن في النهاية الكل مخلوق بإرادة الله، والملايكة الأبرار لسه بيقوموا بدورهم، يسبحوا ويحرسوا ويرشدوا وبيصلوا دايما لأجل خلاص الإنسان. الملايكة مش بعاد عننا، هم حوالينا طول الوقت، بيشتركوا معانا في التسبيح وبيذكرونا دايما إن هدفنا الحقيقي هو نعيش في نور الله زيهم.